الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فصل في استحباب تحسين الصوت بالقرآن. فصل يهي استحباب تحسين الصوت. تحسين الصوت عدك إن لو قرحيو إن سنته بالقرآن القرآن كمرك العقرن. أجمع العلماء وحي اسكوا فقين رضي الله عنهم من السلف والخلف تتكي هري يكوي دنبيبا من الصحابة والتابعين ويسوق جرى صحابة يكوي كدنبي ومن بعدهم دولكي كدنبي من علماء الأمصار مارتي مقالوينك علماء وضع أئمة مسلمين تأئمة وضع وحي اسكوا فقين على استحباب تحسين الصوت عدك إن لو قرحي إن سنته بالقرآن وأقوالهم وراهيو ذا وأفعالهم فللكوذا مشهورة وعام بحذي نهاية الشهرة هل كي قدم بيش عام بحا بي قارتي فنحن مستغنون وحانو كدق طوانا هيبولي عن نقل شيء من أفرادها إن آنو صوررنو قيبه كمذا مرها ديبا اللي يقانو وحس كمستفيضة أي تهي إن يرشيقناي معنا ما صمين يسوي ودلائل هذا وحيابها موجين وحاكمين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ودلائل هذا من حديث رسول الله أيضا لا قاضنا وحيابها موجين وحاكمين مستفيضة ودلائل هذا كان عدينتي من حديث رسول الله حقي سحاله كأهتنا مستفيضة ومدي إيدو باهذا عند العامة ضدك جودهان والخاصة ضدك علماء كحديثي زينوا القرآن بأصواتكم أن صامر يكلم يو حديث لقد أوتي هذا مزمارا أن صامر يكلم يو حديث ما أذن الله أن صامر يكلم يو حديث لله أشد أذنا وأن صامر وقد تقدمت كلها في الفصل السابق فصل كي صهر مربي وحاس ولم صهر مربي وتقدم في فضل أو في فصل الترتيل مركز كلا دق لجها اللينا وحنا صهر مري حديث عبد الله بن مغفل حديثي وري وفي ترجيع النبي القراءة النبي صلى الله عليه وسلم قراءة يسوي مركا ترجيع كسمين وصاشر يعني بحاله لجدا يوك حديث سعد بن أبي وقاص بن صهر مري يوك حديث أبي لبابة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم إنه من لم يتغنى قف كان قعد قرحين بالقرآن القرآن فليس منا نجمد معها ولماذا طبعا من لم يتغنى بالقرآن محا تفسير كيسي هي قارنا وحي هذا من لم يتغنى قف كان كد يقتومن ولا بتشأن بوحن من لم يتغنى بالقرآن قف كأنا هي عدك قرحنا أيضا مركا والي رواهما أبو داود بإسنادين جيدين وفي إسناد سعد اختلاف لا يضر لبس سند بكوري لكن سند كدنك سعد كيمد حوغا waxaa jira buu leeyahay ikhtilaaf maaragtay yaro xoogaa maaragtay isdawmar yaro waxba mushkilada aanan u keenaynin qaala markuu wuxuu jumhuur ulama waxay dhahan macna lam yataganna waxa laga wadaa lam yuhassin sawtahu codka aan ku qurxin wa hadith al-bara ayaa kamid waa ka hadith wuxuu hoos dhigan yahay taas tii hore ka hadithidaas wa hadith al-bara wa ka hadith al-bara radiyallahu anhu qaala wuxuu sami'tu rasuulullah sallallahu alayhi wasallam baan maqlay قرأ في العشاء إنه أقري صلاة عشاء بالتين والزيتون بو أقري فما سمعتم من مقلم بيلي أحدا روحه أحسن صوتا منه النبي كعد مع ما أركم بيلي كعد وناكسن رواه البخاري ومسلم بامركا وري قال العلماء رحمه الله وحي هذا فيستحب وحال صنية تحسين الصوت عدك إن لقرح بالقراءة قراءة لغو قرحي وتزيينها مركا إن لغو قرحي ما لم يخرج هدوسا كبحين عن حد القراءة قراءة حد كذا وصن كبحين بالتمطيط بسبب التمطيط جيد اللي جيد هدي حد كأي كبح هذا يضل ما أقرأ فإن أفرط هدو كبط بديو حتى زاد حرفا إلا وحرف كرديو أو أخفاه أما بقو قريو يسوي عطر هذين فهو حرام بوي وأما القراءة تصام بالألحان اللحنية كل دوان لغو أقرنيو عدك كل دوان فقد قال الشافعي رحمه الله في موضع أكرهها أرنك أنه مجعلي وقال في موضع آخر نوحي لا أكرهها أنه أرنكاس معركتي مديدي وأنه لو شيء دون قال أصحابنا مركب وحيدهم بالشافعي دي ليست على قولين أرنك كان لبا قول ما مرنا إنه يروا وكراهية مرنا كراهية ما لبا قول لقصوا قادي ما بل فيه تفصيل شيخ الله تفصيل بصاري يعني وكلا صاري وكوضا فإن أفرض في التمطيط جيدي هدو كبط بديو فجاوز الحد سهدينتي للربي وكلبح أو ضعف فهو الذي كرهه تا مركب ديدنا هبير وتن وكهذا شيخه
وإن لم يجاوز هدوسا للافن فهو الذي لم يكره ووحوسا شيقا نعنان كهن. وقال قاضي القضاة الماوردي في كتاب الحاوي القراءة أقرنه بالألحان اللحنظة الموضوعة إلى دجي إن خرجت هدي أي كبحضه إن أخرجت هدي أي كسرت لفظ القرآن كلفظ جيس عن صيغته صيغة وأسمي معنى صيغة وقرآن كأسود دجا هدي كبح سنتها بإدخال حركات إن حركات لسوق لي فيه أو كلا أو إخراج حركات أما حركات إن لقى صار منه قرآنك أو قصر مدود أما قصر مدودا له أما مدودي داريد واجب كهد بوجابي أو مد مقصورا مال مقصور ديري أو تمطيط أما بتمطيط بإدخال بعض سمرك وجرنته أو بتمطيط أما جيدو يخل وحيالي به اللفظ لفظي وحيالي ويلتبس به المعنى معناها أنا مركا وكل إهميو وسوء معنى كلا وكين معنى كلا إنه كدر سما الله جيابه فهو حرام يفسق به القارئ قارئ أقرنه مركا فاسق بكون قناه ويأثم به المستمع كان لقي سنة ينا يسمى دم بكقاعدة وكدن بابه لأنهم حال عدل به وحكلا لحده عن نهجه ودديس القويم توصنيد إلى الإعوجاج اللو معناها قلعب ولا آذي والله تعالى نوحي له قرآنا عربيا غير ذي عوج بان سود القرآن عربي قلعنين. قال مركو فإن لم يخرجه اللحن لحنجي عدكي هدوسا كلبحن عن لفظه قرآن كسيزو هدو أقرني وقراءته أقرنتيس على ترتيله ترتيلك ترتيب كلا دقيقة وأقرني كان مباحا أركب وبنايه لأنه زاد محايل وحو كردي بألحانه عدك كان وهذا ليمت في تحسين القرآن كأنه قرحيه هذا كلام أقضى القضاة وما أركتي قضاة كذا وقال لسن هذا الكيسوي. وهذا القسم الأول من القراءة قيب تنهر مرتين أو هذا القسم الأول قيب تنكواد من القراءة أو بالألحان اللحن لو أقريه معصية ومعصية ابتلي بها وحال لو امتحان بقول بعض العوام الجهل هدتك عامضة أي جاهلينتا إيو الطغام الغشمة إني منك أوغادة مركا الطغام مركا وحال لقوضا وأوغادي بعملها وقفك وغدنا صومالي واتي واق بيس كده وقفك يعني وحبا هينو ليتوي الذين كواسو الغشم يغشيمينتا وجهلذا مركا خشيمينتا سيد الله ده الذين كواسو يجهرون يقرؤون أقرني على الجنائز مركا الجنائز للجوج وفي بعض المحافل إمالها ليسويما وهذه بدعة محرمة الحارانتين ظاهرة موقتة يأثم كل مستمع لها قفك السود دقي سنة وبدن بابا يابا كما قال أقضى القضاة سير الماوردي ويأثم وحاكلو الدنبابة كل قادر قف كستو كركر على إزالتها إنو الزولي أو على النهي عنها إنو الربي إذا لم يفعل ذلك هدوسا سمين وككلا تاقا ماشا القرآن كما هيسان هدوسا دين دبي بقليا وقد بذلت هدانها الإمام النووي وحان كبحي فيها أرنكا بعض قدرتي أود ديدا قار كمدا وأرجو وحان رجينا من فضل الله الكريم اللهم كريم كفضل جيس أن يوفق إنو وافجيه لإزالتها إنو زولي من إنو أن يوفق إنو وافجيه لإزالتها أرنكا زولنتيسا من إنو وافجيه هو إسقو أهل ذلك وأن يجعله إنو كيل في عافية إنو كيله ما أركتي أرنكا أرن ما أركتي لقبت باضو. قال الشافعي في مختصر المزني رحمه الله حيري ويحسن صوته عدكي سوق قرحينيا بأي وجه كان صوت دونه هالنقطة. قال مركو يحب وحن جعله أما أحب ما يقرأ وحا أقوانا كسن وأقرني وأنه النقطة حدرا يسوق دقدق وكجر وتحزينا مرغنا يكجرته وشجئوه. قال أهل اللغة وحيدهن يقال حال إلى هذا حدرت القراءة أي إذا أدرجتها هديئة قرآن كي إسرع راعيسو دقدق جلسيد ولم تمططها آذن جيدين. ويقال حال فلان يقرأ بالتحزين بوكو أقرن إذا رق صوته عدكي سمركو آد أجلعيه وشجئ كجره. وقد روى ابن أبي داود بإسناد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قرأ إنه أقرأ إذا الشمس كورت فحزنها شبه الرثاء مركاسو مرقير عدكي آد أو ترقيقي شبه الرثاء مودد إنه مركا برورديق قف دنتي مركا أورثيني. وفي سنن أبي داود قيل لابن أبي مليكة وحل ويري ابن أبي مليكة وعبد الله بن عبيد الله التميمي وأنك قاضيها عالمك أها مفتقها وحير إذا رأيت أما أرأيت كورا
isagaa la weydiiyey idaa lam yakun xasana asawti hadduusan codkiisa wanaagsanayn ka war muxuu jiijiidaa faqaala markaasuu wuxuu yidhi faqaala yuxasinhu wanaajinaya ma istataac intuu karo gabagabadii waxaan dhihi lahaa طبعا wax walba kama soo haraan bayna atafriid walifraad marka qaarkii hadda waxaa la isweydiiyaa culimadu waxay ka hadlaan maqaamaadka qur-aanka hadda lagu aqriyo bayaatigan iyo rasti iyo siika iyo nahawand iyo saba iyo xijaaz iyo maqaamaadkan 6 ilaa 7 la gaarsiiyo in ka badan ba hebel baa kusoo daran waa lagu hayaa mar walba طبعا wuxuu haddii ay yihiin marka qur-aanka la aqrinayo macnihiisa la fahmi karo lafdigiisa la fahmi karo ilaa mar hore waxaan kasoo dignay markaan subcan ka hadlaynay qur-aanka la jarjarayo macnihiisa aan la fahmayn dhanka kale carabta markaad u timaado waxay ku ibtilaysan yihiin qur-aan la jiijiido marka la jiijiidana xarafka macnihiisa uu ka baxo oo xarakaad ay qarsoomaan oo xarakaad aanan ku jirin lagu soo daro tantiid xadka ka baxsan uu noqdo marka bayna altafriid walifraad hadduu noqdo alimaam shaafici wejkii tafsiiliga ahaa oo uu lahaa alimaam nawowi waa wej tafsiiliya akrahu ilaa akrahuda haddii arrinku uu yahay waxba markaa kuma jabno markastoo codka la qurxiyana طبعا dadku inay dhageystaan bay u badan tahay qofka aqrinaya marka uu ku khushuuco ilaahina wuu jecel yahay cod la qurxiyo laakiin waa inaysan noqon heer maanta runtii way isbedesho mar qaarkii waxaadan kala saari karin heestii iyo qur-aankii baadan kala saari karin yani taana waa laga wanaagsan yahay halkaa waxaa ku ibtilaysan walaalaheen carabta ah annagu maba naqaamasaan u jiidjiidno dhanka kale innagana deg deg baa lanagu ibtileeyey ilaa xuruuftii aan cunno intaba marka in loo dhexeeya loo baahan yahay ilaahuna wabillahi towfiiq